وانت قاعد في لحظة صفا بتفكر اصحابك واخواتك اللي فرقك عنهم دلوقتي وبتفات، وتفتكر مشاهد عشتها مع كل واحد فيهم وازاي اثرت المشاهد دي في حياتك. ساعتها بتزعل انكم بعدتوا وتحاول تكلموا بس ما عدتوش فاهمين بعض زي الاول، ويمكن ما عادش فاكرك اصلا. تخيل بقى واحد زي عون الدوس مكان اي واحد فيهم. أنا عون الدوس، فلسطيني من غزة، العمر 12 سنة. هدف القناة طبعا نصل 100,000 مشترك و500,000 ومليون، وبإذن الله. تخيل بقى واحد زي عون الدوس ده واحد من المقربين منه، وقاعد يحكي لك بقى عن فيديوهاته والقناة والكلام ده كله، وقاعد يحكي لك بقى عن افكاره والقناة والمخططات اللي كان بيفكر فيها عشان يعملها في القناة، كلام من ده يعني. ولكن مثلا وانتوا قاعدين بتفطروا مع بعض، تخيل اليوم اللي قرر فيه يفتح القناة بتاعته وانت بتساعده يصور اول فيديو. عايزك تتخيل فرحته وانتوا بتحتفلوا مع بعض، عايزك تتخيل فرحته وانتوا بتفرحوا مع بعض ووصوله 1000 مشترك. يعني عمل انجاز، بدأ يحقق حلمه وخد خطوة في حياته. تخيل ان كان بينكم لحظات سعيدة كتير، واللحظات دي فجأة تتكرر تاني، مش عشان بس المسافات، لا ده عشان صاحبك استشهد، كان مات. اطلع استنى يا ابا سعيد. ايه زعلت؟ ما هو طبيعي عشان كان بينكم ذكريات وكان اخوك كان صاحبك. فنفس الفكره دي اي حد من الناس اللي ماتت دي، طفل طفله شاب اب اخ ايا كان ايه، هو كان عنده حياه وكان عنده طموح وكان عنده صحاب وكان عنده ناس بتزعل عليه، كان عنده حياه، هو ما كانش مجرد رقم. فالرساله هنا انك اوعى تتعود وتمل وتحس بالضعف، هو ده المخدر اللي بيحاول يوصلنا ليه. اول ما تحس ان هم نجحوا وانك اتخدرت، افتكر ان لحد اللحظه دي في اكتر من 10,000 اخ واخت بعيد عنك، في اكتر من 10,000 ذكرى وحلم ولحظات سعيده راحت عادش تبقى موجوده، ومش هتقدر حتى تكلمهم، مش هتقدر تعرف هم ينسوا ولا لا. فخليك انت على الاقل كده، فخليك فاكر انهم ما كانوش مجرد ارقام، وانك تنساهم دي خيانه.